نفسك الخرافه قل لي عندك. قل لي الان قصه الشمس قل لي قصه الشمس والامام علي كيف وقفت وكيف صلى، كيف القصه؟ وقفت. لو كان يقول لها هكذا وقفت لها. ازيدك من الشعر بيت. ايه؟ مو مره واحده. لا مره ايضا كان في الحرب ورجعها بايده هيك، رجعها بايده. رجع الشمس. نعم ترجع يعني الشمس وابو الشمس. يعني كاشاره مرور قال لها ارجعي اطلعي. نعم ترجع وهي مطيعه مذله صاغره للامام علي. طبعا. شنو للامام علي؟ ممكن تكون هذا لخادم امير المؤمنين للامام علي. طيب يا عزيزي، لخادم امير المؤمنين. طالما بيرجع الشمس ليش ما رجع جيش معاويه اللي هزمه؟ هذه مساله ما لها علاقه بهذا. هذا حرب. هذا حرب. لم نقل نحن يعني اين الشمس وين الجيش؟ اسمع يعني معاويه هزمه ويزيد هزم الحسين، لكنهم كانوا يحركون الشمس والقمر. اهدى اتحاد معاويه الظاهر لانه هو سامع. اي معاويه رجل عملاق سياسي مخضرم. هو انتم الملحدين دائما تحبون معاويه لان عجزته كبيره. ما اعرف ليش شنو المشكله. ايش دخلنا في عجزته؟ وهي هذه المشكله. اسمع هو اولا ما له علاقه في المعركه. اسمع اجابنا على عجزه. هو اسمع المؤخره ولا اولا هو رجع في العربيه شو يقولون؟ اولا ما دخل مؤخره معاويه. هم يحبون ما اعرفوا هوايه يستدلون بالملحدين يقولون عجزته كبيره. انا خايف تطلع زي الشيخ امير وتدخل لنا في ارجع 18. لا ارجع جماعتك الملحدين ليش دائما يكتبون هذا موضوع معاويه وعجيزته؟ انا ما اعرف. ارجع. لا بس انا شوف سؤالي ببساطه، الشخص الذي يوقف الشمس والقمر ويحرك الكون ليش ما وقف جيش معاويه وريحنا؟ سنجيب. طيب تسكت حتى اجاوب. حاضر. حتى اجاوب. نحن نقول ان المعجزه هي كل امر